إسبانيا على صفيح ساخن، حيث خرج أكثر من 100,000 متظاهر في شوارع مدريد دعماً لفلسطين، ما أدى إلى إلغاء المرحلة النهائية من سباق شهير للدراجات. المحتجون اقتحموا مسار السباق اعتراضاً على مشاركة فريق إسرائيلي، ورفعوا الهتافات والشعارات المناهضة للاحتلال، وتدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع. ورغم الفوضى، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه المظاهرات بأنها مصدر فخر، معتبراً أنها رسالة قوية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقبلها بأشهر قليلة شهدت مدينة لاهاي الهولندية مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف مرتدين ملابس حمراء للمطالبة بوقف الإبادة في غزة. ودعا المحتجون الهولنديون حكومتهم للتحرك الفوري وفرض عقوبات على إسرائيل. ولا ننسى أن تلك الاحتجاجات وجدت صداها في الحكومة الهولندية التي شهدت استقالات بالجنملة قبل 3 أسابيع رفضاً للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.